عاوز طريقه تخس بيها 7 كيلو في الاسبوع، 10 كيلو في الاسبوع، 40 كيلو في الشهر، الطريقه الحصريه اللي مش موجوده في اي حته، العلاج اللي مش موجود في اي حته في العالم الا عندنا احنا بس، تابع الحلقه دي. انا محمد عبد الرحمن ودي قناه فيما وراء الصيدله اتعالج صح. لو حضرتك اول مره بتتابعنا فاشتراك واضغط زر الجرس لمتابعه جديد القناه. النهارده احنا هنتكلم على ازاي تخس بطريقه سحريه واعجازيه ومحدش عملها قبل كده خالص. ازاي انت يبقى وزنك 120 و130 وتنزله ل 70 في غمضه عين في لمح البصر. الكلام ده صح؟ للاسف انا اسف. الكلام ده كده، الكلام ده دجل، الكلام ده شعوذه، الكلام ده استغلال للاسف لقله الوعي واستغلال لثغرات المنظومه. ان عندنا ناس كتير بتعمل ده وبتقول ده وبتروج لده، وللاسف ده غش في غش وتدليس. ازاي يعني يا دكتور؟ ده انت لسه قايل الطريقه السحريه. ما هو فاحنا ما عندناش بقى الطرق السحريه دي، احنا عندنا طرق علميه. يعني ايه بقى؟ الاول خلينا نتكلم هو ايه اصلا زياده الوزن او السمنه، وايه التعامل الامثل معاها، وايه اللي بيحصل عندنا دلوقتي. اولا زياده الوزن عن المعدل الطبيعي. زمان خالص في البدايات كده كان يقول لك طولك واطرح منه 100 وشوف كده وزنك مثالي ولا لا. الكلام ده للاسف مش دقيق. حاليا في طرق احنا بنعتمد عليها في تقييم السمنه والنحافه، اهمها الرئيسي جدا مؤشر كتله الجسم. مؤشر كتله الجسم ده الوزن بالكيلو على مربع الطول بالمتر، وده هنزل لكم الصوره بتاعته والجدول بتاع تقسيمته عامل ازاي. ايه تاني من العوامل اللي احنا بنعتمد عليها في تقييم الوزن؟ بنعتمد على قياس محيط الخصر والذراعين والارداف والساقين. بس دوت احنا مش بنعتمد عليه في بدايه تشخيص حاله انها سمنه، احنا بنعتمد عليه في المتابعه، ده يكون افضل. طيب احنا كده هنتوه. ده انت قلت لنا في طريقه سحريه تقلل الوزن. لا، مفيش طريقه. كل اللي بيقولوا لحضرتك انه هينزل 7 كيلو في الاسبوع، 10 كيلو في الاسبوع، 40 كيلو في الشهر، والارقام الخزعبليه دي، ده كلام ضار جدا، خطر جدا، مهلك، ممكن يودي بحياه الانسان فعلا. امال ايه الصح؟ الصح ان حضرتك تبقى عارف ان معدل خفض الوزن الطبيعي في الاسبوع هو من نص ل1 كيلو. يعني حضرتك بعد ما تظبط النظام بتاعك ونتكلم فيه هتقل في الشهر من 2 ل 4 كيلو. انا اسف ان انا بصدمك وبحطم احلامك، بس هو ده الصح. طيب ليه بقى من 2 ل 4 كيلو؟ انت لازم تفهم هي اصلا نقص الوزن ده هيجي منين. نقص الوزن ده هيجي من ان حضرتك هتزود الحرق وتقلل الاستهلاك. فهنا الفرق بين الاتنين ده هيضطرك ان انت تحرق الدهون وبالتالي وزنك يقل. طيب وهل انا المعدل بتاع نقص الوزن ده باستمرار هيفضل من نص ل1 كيلو؟ دي تكه هنتكلم فيها بعدين، بس خلينا الاول نتكلم ان انت المعدل الطبيعي بتاعك، وليكن انت هتلتزم بكل التعليمات، فهتقل 4 كيلو في الشهر. نحفظ الرقم ده بقى هنحتاجه. طيب انا قلت ان انا لما بيجيني حد بتعامل معاه في الوزن بمبدا ايه؟ مؤشر كتله الجسم. فلو افترضنا ان واحد طوله 1.75 متر وهو عنده 110 كيلو، علشان هو دلوقتي فوق 35 على مؤشر الكتله بتاع الجسم، وبالتالي هو عنده سمنه مفرطه. انا عاوز اقلل له وزنه بقى، هرجعه للحاله الوزن السليم مره واحده. ادي اول غلطه بنعملها. لا، احنا بنشتغل مراحل. المتخصص هنا متخصص امراض التغذيه والسمنه والنحافه، وناخد بالنا ان التخصص ده ابتدى يدخل فيه ناس مش اطباء، فاتمنى ان اللي يمارسوا يكونوا اطباء، مش حد واخد دبلوم التغذيه، مع احترامي للجميع اللي بياخدوا ده، لان بيبقى فيه تعقيدات مرتبطه بحاله الكبد وحاله الكلى ومرض السكر ومرض الضغط والمخ، فما ينفعش نلعب في المنطقه دي، وياما بنشوف مشاكل. فهنا لازم نفعل دور الطبيب. طيب الطبيب اللي فاهم هيشفت الحاله من 36 ل 31، وبالتالي احنا عايزين ننزل الوزن ده من 110 لحوالي 94. طيب 94 ده من 110، يعني احنا بنتكلم 16 كيلو. 16 كيلو بقى، واحنا قلنا 4 كيلو في الشهر، يبقى انا محتاج انزل كام شهر؟ 4 شهور. يبقى بالتالي انا علشان احقق المرحله الاولى بتاعتي انا نزلت بالوزن ده من
110 ل 94 في 4 شهور. وبعد كده اقيم الموقف تاني واشوف بقى انا هنزل من 91 من 94 ده اللي هي 31، عايز انزل بقى ل 26، انزل في مرحله زياده الوزن. ما انا بحسن اهو، فهلاقي نفسي محتاج 4 أو 5 شهور كمان عشان وزني ينزل مثلا ل 75. وبعد كده اقوم مظبط بقى اخر كام كيلو دول في مرحله الوزن المثالي، هلاقي برضو محتاج لي شهرين 3. يعني انا اتكلمت في 10 شهور او سنه. ايه ده يا دكتور، حضرتك عاوزني امشي على نظام صحي 10 شهور او سنه عشان اخس؟ لا، ده انا عايز شهرين انزل، او انا عايزه شهرين انزل عشان انا هتجوز، وبعد كده اضرب بقى زي ما اضرب مفيش مشكله. طب ما دي كارثه، لان هترجع وهترجعي تزيدوا اضعاف اللي انتوا نزلتوه. فلو افترضنا ان الساحر الشرير خلاكي او خلاك تنزل ال 30 كيلو دول في شهر ولا في شهرين، انت هترجع تزيد 50. وانا اعرف حالات كتير جات لي في الصيدليه، اعرف حالات من الاسره يعني حصل معاها ده. الصح في نقص الوزن انه يقل بالتدريج علشان يبقى ثابت. وبرده اللي عنده نحافه، لما هنيجي نتكلم في حلقه النحافه، اللي عنده نحافه لازم يزيد بالتدريج علشان يبقى ثابت برده. طيب انا عاوز اقلل وزني بقى، انا اقتنعت بكلامك دوت ان انت الوزن لازم يقل بالمعدل ده. انا لازم افهم بقى حضرتك، انت اقتنعت اهو، لازم افهمك هو الوزن بيقل ازاي. الهوس اللي عندنا في مصر في حاجتين، هو في العالم كله بس زايد عندنا، لان طبعا عندنا زي ما قلنا في فوضى ووهم كده وسيطره دجل على الموضوع وغش للاسف الشديد وخداع وكده. فاحنا في عندنا مشكلتين، في حد بيطلع يقول لك انا نظام الاكل بتاعي هو ده اللي هيخسسك ويجيب اجل الدهون اللي عندك وما تسمعش حد تاني غيري. غلط، دجل برضه. في حد تاني بيقول لك تعالى لي انا هدي لك بقى العلاج السحري اللي هو اللي مش موجود في اي حاجه. خد بالك انا برضه يعني انا ههودك، العلاج بتاع الراجل ده فعال، مش متعمم ليه؟ مش معروف ليه؟ ليه بتروح تجيبه من مكان بير سلم؟ ليه العلبه بتاعته شكلها مش لطيف ومش عاطفي؟ ليه سعره مبالغ فيه جدا؟ وليه بيبقى متهرب او مش متصنع؟ يعني هل الشركات مش عايزه تساعدك؟ هل في مؤامره كونيه على ان انت زي الزمالك كده عليه مؤامره كونيه؟ هل انت كمان عليك مؤامره كونيه ان الناس مش عايزاك تخس؟ ولا العلاج بتاعك ده لو هو فعلا فيه الخير ما كانش رمى الطين؟ من الاخر كده، لو العلاج ده كويس ما كل الناس هتعرفه وكل الناس هتكتبه. يا جماعه تطور علاج الدهون دوت والسمنه حالات اصلا، يعني اللي اشتغل زينا في المجال فتره طويله هيبقى عارف. زمان قوي كان في نوعين من العلاج، السيبوتريم والزينيكال، والاثنين قتلوا بحثا. والسيبوتريم تحديدا اتمنع من العالم كله علشان خاطر كان بيعمل مشاكل اكتئاب. لان فكره سيبوتريم ده كان انه بيسد نفسك على الاكل، تاخد القرص الساعه 7 الصبح تفضل ل 12 بالليل مالكش نفس تاكل، كأن بنقدم لك لحمه ميته. يعني اي اكل شهي انت مش بتاكله. انا اعرف برضو ناس كانت بتاخد سيبوتريم ده اكتئاب وبيفكروا في الانتحار ومشاكل كده، ودول كانوا شباب كانوا من سني. طب الكبار بقى، الكبار في السن كان بيجي لهم مشاكل في القلب في الدوره الدمويه، فاتمنع فاتسحب. وطبعا اتسحب من بره، وعلى ما احنا سحبناه. انا عايز اقول لكم ان لسه في ناس لحد دلوقتي بتصنعه بصوره غير شرعيه وتوزعه على الناس للاسف، والناس بتفرح ويقول لك سيبوتريم بتاع زمان. يا حبيبي ما هو ضار، انت بتاخده ليه؟ بتاع زمان وكل زمان ما هو هيموتك ويأذيك. دي نقطه. النقطه الثانيه، الزينيكال بيعتمد على تقليل امتصاص الدهون اللي في الاكل. يعني الشرط اصلا ان انت تكون واكل دهون بدرجه معينه في الاكل، فاحنا هنقلل امتصاصها. فطب برضه ما هياش القضيه في كده. خلينا نطلع من الموضوع ده ان كمان في كارثه في استخدام الادويه الغير مشروعه اللي مش واخده ترخيص من وزاره الصحه اللي بتتعامل مع التخسيس. ايه الكارثه دي؟ ساعات بقى بيحط لك اضافات او عايز يسحرك، هو ملوش دعوه. وخصوصا الجماعه بتوع الجيم، كان في منتجات زي اللايبو 6 مثلا، ده اشهرهم، وفي منتجات تانية كان بيتحط معاها اجزاء من ماده الليفوسايروكسين اللي هو هرمون الغده الدرقيه المسؤول عن الحرق. ابسط حاجه يا جماعه، احنا بنعمل ضمور في الغده الدرقيه، والشخص اللي كان سليم وبياخد العلاج ده بيتحول لمريض غده درقيه مع الوقت، وخلاص هو بعد كده بقى كل حاجه عنده باظت. احنا لا عارفين بقى نتحكم في نومه ولا عارفين، بقى مريض، بقى محتاج علشان يعيش بعد كده بياخد بقى السايروكسين ده سواء التروكسين او ليفوسايروكسين، بياخده بصوره مستمره. فدي كارثه. وفي مواد تانية بتستخدم. حضرتك انت جاي بتعتب عليا ليه؟ اذا كان انا من الاساس بقول لك ده فيه سم قاتل، ده وهم ما تتعاملش فيه. وبالتالي اي حد يجي يخدعك يقول لك انا هدي لك دواء سحري، انا هدي لك ده، لا يا حبيبي، الدواء معروف وموجود في كل الصيدليات، مش موجود حصري ومش بسعر مبالغ فيه، والمواد الفعاله بتاعته معروفه وشركات انتاجه معروفه، وانت تقدر تبحث وتراجع ورايا.
فدي نقطه لازم اتمنى ان احنا نتجاوزها يعني. وما ينفعش حد ياخد علاج من جيم او من مركز تغذيه. حتى انت رحت كشفت عند الدكتور الفلاني اخصائي التغذيه وقال لك بص بقى العلاج اللي انا هكتبه لك للتخسيس مش هتلاقيه في اي حته، قول له شكرا انا مش هاخده. مجرد ان هو يقول لك خده من عندي دي مصيبه. وياما مراكز بتاعت ناس كانت نصابه ومشهوره. الدكتور ألف نون ده مشهور نصاب كان عالمي يعني، وكانت الناس بتجري وراه في كل حته وهيخسسك هيخسسك. وطبعا الجماعه برضو الدجالين اللي كانوا بيجيبوا الممثلين ولو راجل كل والمش عارف ايه، الناس دي والله هتسال قدام ربنا والمفروض يخجلوا من اللي عملوه. المأساة كمان ان كان في حالات بتطلع معاهم ويدوم الجنيه الذهب ده على ان المنتج بتاعهم النصب ده هو اللي خلاهم يخسوا، ويطلع طبيب فاضل يقول لك ده المريض ده بتاعي انا اعمل له تكميم معده او تدبيس معده. لان دي الحاجات يعني دي من ضمن الخطوات العمليه اللي هي فعلا بتجيب نتيجه مع حد عنده شراهه في الاكل ومش عارف يتحكم فيها. طيب يا دكتور انت كده ايه، انت دمرت لنا كل الطموحات والاحلام، هنخس ازاي؟ انا هقول لك باختصار، هم 3 حاجات تفكر فيهم اساسيين للتخسيس. اول حاجه نظامك بتاع الاكل. 30% 35% من الموضوع بتاع الرجيم نظام الاكل، 35% التانيين في الحركه، 30% في العلاج. بس ومش هتطمح مش هتحلم ان انت تخس باكتر من كيلو في الاسبوع. طيب نظام الاكل هناكل بطريقه الطبق اللي احنا اتكلمنا عليها في مرض السكر، هحطها لكم في صوره. طيب والحركه انا مطلوب من حضرتك نص ساعه مشي 5 ايام في الاسبوع، ولازم تكون لابس حاجه رياضيه في رجلك، ولازم تكون لابس شراب برضو طبي واخد احتياطاتك كلها. وفي حاجات غير المشي زي ان انت تطلع سلم او ان انت تجري، بس خلينا في المشي لان ده المعتدل واحنا عايزين الاعتدال. ال 30% بقى بتوع العلاج دورهم ايه؟ اولا هم دول المواد البسيطه الغلبانه اللي موجوده عندنا في الصيدليات، ودول بيعملوا حاجتين. في اصناف هتلاقي الطبيب كاتبها لك او انا بقول لك عليها اوصفها لك، ودي انا ممكن اوصفها واثق فيها. هقول لك خدها قبل الاكل بنص ساعه مع كوبايه او كوبايتين ميه في اليوم. دي دورها انها بتدي شعور بالامتلاء وبتزود بتقلل امتصاص الدهون من الاكل. يعني انت لو اكلت اكل فيه دهون هي بتقلل. طيب الحاجه الثانيه حاجه بعد الاكل بقى بتاخدها مره او مرتين في اليوم، بتزود الحرق لان فيها الكروميوم وفيها شاي اخضر وفيها مش عارف ايه الحاجات اللي هي البسيطه الطبيعيه، وفيها جنزبيل على قرفه على بتاع. الحاجات دي اللي هي بتقلل الوزن برضو بصوره طبيعيه. مش عايز تستخدم علاج ما تستخدمش علاج، الخطوتين الاولانيين كافيين على فكره وياما هيخس. طيب ايه هي المشاكل اللي انا بتهددني بسلوكي ان انا وزني ما يزيدش ما يقلش؟ الاكل. احنا بناكل غلط يا جماعه. احنا زي ما قلنا الاكل الصحي المفروض بطريقه الطبق، احنا بناكل غلط لان احنا بناكل عدد من العيش، عدد من الارغفه، العيش الابيض او العيش الفينو او المخبوزات بطريقه كبيره جدا. بناكل رز ومكرونه كتير جدا، مشروبات غازيه، حلويات، زيوت وسمن صناعي، في حين ان احنا لو استخدمنا زيت زيتون والسمن البلدي بكميات بسيطه كده هيبقى صحي اكتر. احنا محتاجين نستخدم البليله، الفريك، العيش الاسمر اللي فيه الدقيق الكامل، دقيق الحبه الكامله، الشوفان. الحاجات دي مفيده جدا. احنا محتاجين نشرب ميه كتير. من الهلاوس اللي الواحد سمعها وضحك عليها ان حد كان دجال برضو بيقول للناس الميه بتتخن، لا ما تشربش ميه، ورجيم قله شرب الميه. زي ما في رجيم حد تاني يقول لك رجيم الميه، مفيش حاجه اسمها كده. انا ما بحبش اسماء رجيم كذا ورجيم البرتقال ورجيم التفاح ورجيم توتو وسوسو، الكلام ده كله غلط يا جماعه. انت اظبط نظام اكلك واظبط الحركه بتاعتك وبالتدريج هتخس. وممكن تلاقي نفسك في سنه واحده نزلت ال 30 وال 40 كيلو اللي انت عاوزهم دول، وتخيل مش هترجع تزيدهم تاني وهتتعود بقى. سكر، حضرتك بتشرب 10 كوبايات شاي في اليوم، في كل كوبايه 4-5 معالق سكر، انت بتاخد طن سكر في الشهر اصلا. هتخس ازاي؟ اول خطوه انت عايز تعملها عشان تخس امنع السكر. لازم تمنع السكر. ممكن تشرب من غير، يعني انا بشرب شاي والقهوه وكل حاجه من غير سكر وبقالي كذا سنه الحمد لله، وفرق معايا في وزني لان انا كنت اكتر من كده بكتير. او استخدم سكر تحليه. بس نحط هنا بس في حته سكر التحليه لازم تتاكد ان النوع اللي انت بتستخدمه مناسب. هل انت بتشرب حاجات دافيه؟ ما تستخدمش النوع الازرق ده اللي هو العلبه المثلثه، مش هنقول اسمه لان دوت ما بيستحملش الحراره. استخدم نوع يكون خالي من الاسبرتام ومكتوب عليه انه بيتحمل الحراره، مش هقول اسماء منتجات. ولو ما تستخدمش يكون افضل. ايه تاني ممكن يفيد حضرتك في موضوع الرجيم؟ الحكم بالقياس. انت هتقيس الوزن مره في الاسبوع في الحمام وانت قالع هدومك، ما تقيس كل اسبوع في صيدليه او كل اسبوع في عياده. هات لك ميزان بالمره بجمله المصاريف وخليه عندك في البيت، وهتقيس بالهدوم بتاعتك. هتلاقي هدومك بتوسع عليك ويا مضطر ان انت تضيقها يا تجيب هدوم جديده. لكن ما تجيبش هدوم جديده قبل ما تخس لانك هتتبرع بيها ايه لمرسال في الغالب، يعني لو ما خسيتش
هتكسب ثواب مفيش مشكله برضه، يعني برضه انت مش خسران حاجه. يا جماعه ما تسلموش نفسكم للدجالين. اتمنى ما الاقيش بعد كده حد بيقول لي انا عاوز اخس 20 كيلو في الشهر اصل انا عروسه. بيضحك عليكم وبيتاخد ادويه للاسف بتعمل فشل كلوي وفشل كبدي، وبيتاخد ادويه بتعمل مشاكل في المخ وفي القلب. اتمنى ما فيش حد يروح اصلا يعمل برنامج غذائي من غير ما يعمل تحاليل كامله، صوره دم وسكر، التحاليل المرتبطه بالسكر ووظائف كبد ووظائف كلى. اتمنى ان اي اخصائي يدرس الحاله بتاعه مريض السمنه اللي عنده، لان الاثنين الاخوات اللي وزنهم زايد سلوكهم مش زي بعض. في واحد الثغره عنده ان هو مثلا ما بيفطرش، في واحد الثغره عنده ان هو بيحب الحلويات، في واحد ما بيعرفش يقاوم الدهون والمشويات اللي فيها يعني دهون كتير والكلام ده. المشوي حلو على فكره، بس المشويات اللي فيها دهون بقى وليا ومش عارف ايه والحاجات دي كلها كوارث. واهم حاجه نفطر، واهم حاجه معلقه عسل نحل على الريق، واهم حاجه التمر، واهم حاجه اللبن. كل الحاجات الصحيه، اي حاجه طبيعيه واي حاجه مذكوره في الطب النبوي هتلاقيها مفيده عليه الصلاه والسلام، عكس الحاجات الضاره. في ناس بتتكلم مثلا في الادوات الرياضيه، العجله الرياضيه كويسه جدا، بدله الساونا كويسه جدا، البسها مارس بيها رياضه واقلعها تاني، حزام الساونا كويس جدا، البسه واقلعه تاني. الاحسن لي من حزام الساونا ان حضرتك تشد بطنك بانتظام من نفسك. الاحسن لي من كل ده ان حضرتك تعمل تمارين تنفس 10 دقائق في اليوم مرتين، صبح وليل. تسحب نفس عميق من الانف، تسيبه من 1 ل10 وبعدين تطلعه زفير من الفم. انت ممكن تعمل ده وانت سايق، وممكن تعمل ده وانت في المطبخ، وممكن تعمل ده وانت قاعد بتتفرج على المسلسل او وانت شغال. ده هيحرق معاك كويس جدا. انت مش لازم يبقى الهوس بالشاي الاخضر والقهوه الخضراء والطربوش الاخضر والعمه الخضراء. يا جماعه الليمون هيخسس، والجنزبيل هيخسس، والقرفه هتخسس، والمشروبات كلها بس ما تحطليش في كل حاجه بقى 20 معلقه سكر. وما يجيش حد يقول لك انا هعمل لك تركيبه 20 عشب مع بعض، لا، هو 1 أو 2. ولو عندك مشاكل صحيه، ضغط، سكر، قلب، اي حاجه من دول، كبد، كلى، ما تاخدش حاجه مني، اتواصل مع المتخصص بتاعك بتاع امراض القلب او الضغط او السكر او القلب، وهو اللي يحدد لك هتستخدم ايه وامتى. ما تضحكش على نفسك وما تخليش حد يضحك عليك. دمتم اصحاء. السلام عليكم.